قبل ما نبدأ صلوا على النبي. بيبدأ مسلسلنا بشين وفو هما في مكتب توثيق عقود الجواز، والموظفة بتحس إن في حاجة غلط وبتتكلم مع شين وبتقول لها إن لو كانت مجبرة على الجوازة دي تغمز لها وهي تبلغ الشرطة. وشين هي سكرتيرة فو، وبنعرف إن امبارح كانت بتكلم جيه في التليفون وبتشتم في حبيبها وبتشتكي لها إنه خانها وانفصلت عنه، وطلبت من جيه تبعت لها مجموعة عارضين تختار منهم أشخاص، وبتنام أصلا وهي بتتكلم من غير ما تقفل المكالمة، والباب بيفتح وهي بتكون عايزة تخرج وبتلاقي فو قدامها وهي بتبتسم وبتلعب في وشه وبتعرفه إن شبه مديرها، وفو بيحضنها وبيعرفها ان المره دي مش هيسمح لها بالهروب منه. وتاني يوم لما صحت لقيته جنبها وهو اخد الموضوع بجديه وكأن اللي حصل غصب عنه، وهي بتعتذر منه وبتعرفه انها مستعده تنفذ كلامه، وهو بيكون مبسوط وبيخبي ابتسامته وبيتكلم معاها بجديه، فعرفها انه عايزه تكون شريكه جواز معاه وهتتجوزوا لمده سنه وهي وافقت، وبينهوا توثيق الجواز ومش بتقدر تعرف الموظفه حاجه، وهو بيشاور المساعد بتاعه ان الخطه نجحت، وهي بتعرفه انها مش هتعرف حد انهم متجوزين علشان ما تحرجوش، فبيقول لها ان من بكره لازم تنتقل علشان تعيش معاه، وبتكون شايفه ان ده قرار متسارع بس هو بيصمم وبيطلب منها تتحمل مسؤولية تصرفها، وبتوافق وبتمشي، والمساعد بتاعه بيسأله ليه ما قالهاش انه بيحبها من اكتر من 10 سنين، وفو بيرفض يعترف لها ويفاجئها بالشكل ده لانه عارف ان شخصيتها حساسة وممكن تخاف لانها عاشت حياة صعبة وتربت اصلا في دار ايتام. وبيكون نشر صورة وثيقة الجواز والموظفات بيعيطوا لان كل واحدة كان نفسها تتجوزه، وجيه بتكون مبسوطة وبنعرف ان جيه تبقى اخت فو بس رافضة تعرف حد خصوصا شين واللي هي صديقتها الوحيدة، وشين بتتعصب لما بتشوف الصورة وجيه بتاخد بالها من عصبيتها وبتسألها لو كانت هي اللي فو تجوزها، فشين بتحط ايدها على بقها وبتقول لها لا طبعا، والموظفين كلهم بيكونوا بيبصوا عليها وهي بتعرفهم انها اصلا مش مناسبه لفو لان ما عندهاش اي مؤهلات عائليه او ماليه، وفي واحده من زميلها بتعرفوا انه فو اكيد اتجوز حبيبه طفولته واللي رجعت من السفر امبارح، فشين بتفتكر انه نشر صوره الوثيقه علشان يخلي حبيبته تغير عليه مش اكتر، وبنعرف انها مش متوقعه ولو توقع بسيط انه ممكن يكون بيحبها هي لان ما فيش اي حاجه تدل على كده علشان حتى تعامله معاها طول الوقت بيكون بجديه. بعدها هو بيجي وبيعدي جنب شين وبيلمس ايدها وبيكون قاصد، وبيدخل مكتبه وبيكون مبسوط جدا لدرجه انه بيحس انه هيعيط من السعاده، هو بيتفاجئ بشي موجود على مكتبه وبيبص للمساعد بتاعه بيكون متضايق، وهو بيعرفه ان شي اتعينت مديره الشؤون الماليه، وده لان عيلتها بتمتلك اسهم في الشركه، وهي بتدور على اسم شين من البدايه لانها عرفت انها تعتبر اقرب موظفه لفو في الشركه، وبتنزل مكافاه للموظفين ما عدا شين، وجين بتعرف وبتكون عايزه تقدم شكوى وشين بتحاول تمنعها، وبيروح يتكلموا مع شي اللي بتتعصب على جيه وبتضربها بقلم، بس شين مش بتسكت وبترد لها القلم، وشي بتكون هتضربها بس هي بتمسك ايدها وبتديها الملف بتاعه وبتكون مسجله حتى التاخير بتاعها، وبتكون مسجله اقل حاجه وواضح انها حطها في دماغها، وشين بتعرفها ان كل تاخيراتها كانت باذن من الشركه، وفي النهايه مش بتقدر تغير القرار وبترفض انها تعرف فو، وبعد الشغل بتجيب شنطتها وبتوصل قدام بيته، وبتفتكر كلام شي ليها لما عرفتها انها مجرد بنت اتربت في دار ايتام، هو ان لازم تعرف مكانها وتبعد عن فو لانه مستحيل يبص لها، وبتقف قدام الباب وبتكون هتمشي تاني وبنعرف انها مقتنعه ان بيحب شي، بس هو بينادي عليها وبيلبسها بدلته وبيلومها لان لبسها خفيف والجو بارد، وبيطلب منها يدخلوا وهي بتطلب منه ينسى اللي حصل ويسيبها لانهم مش مناسبين لبعض، فبيعرفها ان لو عايزه تنفصل عنه يبقى لازم تدفع تعويض 1,000,000 يوان، وهي بتتعصب عليه لما بتعرف انه خدعه وفي شرط جزائي في العقد، وبتدخل البيت وبترفض تخليه يشيل لها الشنطه، وهو بيعرف موضوع الخصم اللي شي عملته وبيتصل بهاني المساعد بتاعه وبيطلب منه يلغيه، هو تاني يوم لما بتصحى بتلاقيه حضر لها الفطار وبتتوتر وبتكون سعيده وبتعرف انه صحي قبلها مخصوص علشان يحضر الفطار، وبيقول لها ان من الطبيعي ان الزوج يطبخ لمراته، وهي مش بتعرف ترد عليه من التوتر وبتهدى وبتقول انهم زوجين مزيفين، فبيطلب منها تفطر وما تفكرش في حاجه، وبنعرف انه عايزه تحس باهتمامه علشان تتعلق بيه اكتر، وبتكون حاطه صورتها هنا وبتساله لو ده يضايقه او ممكن حد يشوفها، فبيقول لها لا وانه بيتمنى البيت يتملي بحاجات خاصه بيها علشان ما تحسش انها غريبه عن المكان، وهي بتروح الشغل وبتعرف القرارات الجديده، وشي بتلاقي صرصار في الشاي وبتصرخ، وجيه اللي بتكون حطيته وبتهزر مع شين، وهم بيكون في مكتب فو بيتكلموا عن شين، وفو بيبعت لها رساله في الملف وبيطلب من هاني يديهولها، بس شي بتخبط في هان والملفات بتقع وبيدي شي الملف المفروض يديه لشين، وبتلاقي رساله وبيكون كاتب لها انه هيعمل لها مفاجاه في البيت الساعه 8، وهي طبعا بتفرح لانها بتفتكر ان الرساله ليها، وبتروح لشين وبتطلب منها توزع النشرات دي النهارده وبتهددها بالطرد، وجيه بتكون هتتخانق معاها بس شين بتهديها وبتاخد النشرات علشان توزعها، وشي بتطلب من الموظفين انهم يروحوا معاها بعد الشغل لانه فو محضر لها مفاجاه، وهي عايزاهم كلهم يشوفوا المفاجاه، وبتكون فاكره طبعا انه هيعرض عليها الجواز، وجيه بتكون متاكده ان في حاجه غلط لان اخوها مش ممكن يحب واحده زي دي، وهو بيحضر عشاء رومانسي علشان شين، وبيكون بيتبع تعليمات كتاب عن الرومانسيه وازاي توقع حبيبتك في حبك، وبيلبس كمان حاجات غريبه، وشين بتكون اتبهدلت من كتر الوقوف في الشارع ورجلها اتصابت، وبتكون خلصت ورجعت البيت وشي بتقابلها وبيكون معاها الموظفات اللي بيعرفوها انهم جوه علشان يشوفوا مفاجاه فول شي، فبتقول لهم ان هي كمان جت علشان كده وبتكون متضايقه بس بتمسك نفسها، ولما شي بتسالها عرفت منين جيه بتقول لها ان هي اللي بعتت لها رساله، وشي بتدخل قبلها وجيه بتسال شين عن سبب وجودها هنا لان طبعا ما بعتتلهاش حاجه، فبتقول لها ان موضوع طويل وهتحكي لها بعدين، وبتلاقي رسائل كتير من فوق مش بتقدر ترد وبتقف قدام الباب وبيفتحوا الكل بيستغرب وهي بتتوتر وبتقلب الموضوع
هزار وبتعرفه من الباب عرفها لانها بتيجي كتير لفوق علشان تجيب له اوراق، وهو بيكون لابس زي خادمه بس محدش بيشوفه، وبيشوفوا الحاجات اللي محضرها وبيفتكروا انها لشي. وشين بتلوم نفسها لانها كانت هتسمح لنفسها تصدقه، وهو بيكون مستخبي لانه عرف بوجودهم. وشين كمان بتقدر تخبي صورتها، وهم بيسالوا عن فوشي بتقول لهم انه ممكن يكون خرج وبتطلب منهم يستنوا شويه. وبتشوف شين ماسكه حاجه وبتتهمها بالسرقه وبالصمم تفتش شنطتها، وبتشدها منها غصب عنها بس مش بتلاقي فيها حاجه. وشين بتكون ادت لجيا الصوره علشان تخبيها معاها، وشين بتضربها بقلم وبتبتسم وبتقول لها انها كانت بتهزر معاها. وشين بتعرف شين انها افتكرتها سرقت حاجه لما شافتها مخبيه ايدها وراها وبترفض حتى تعتذر. فشين بتضربها بقلم وبتبتسم وبتقول لها انها كانت بتهزر معاها. وشين بتتعصب بس مش بتقدر تعمل حاجه، وجيا بتصمم تعرف سبب وجود الصوره هنا. فشين بتعرفها انها نسيتها بالصدفه اخر مره لما كانت هنا. وشين بتطلب منها تجيب لهم اي حاجه ياكلوها لحد ما فوق يجي، وجيا بتكون رافضه بس شين بتهديها وبتروح. فشين بتلاحظ ان شين حافظه الاماكن وبتتحرك بسهوله وبتتضايق لان كده معناها انها بتيجي هنا كتير. وشين بتشوفه باللبس بتاعه وبتضحك عليه، فبيحط ايده على بقها وبيحذرها لو ضحكت، وهي بتحاول تسيطر على نفسها وما تضحكش، وبتسخر منه وبتطلب منه يخرج كده ويقدم لهم مشروب. فبيشدها ناحيته وبيعرفها انها كده بتلعب بالنار، وهي بتتوتر وبتعرفه ان زميلها بره ممكن يشوفوهم. وشي بتتصل بفوق وبتسمع صوت تليفونه في المطبخ، وبتفتح الباب وبتلاقي شين جايبه طبق فاكهه، وبنعرف انها خبت فوق قبل ما يدخلوا في الخزنه لانها عرفت انهم جايين. والتليفون بيكون معاه وبتعرفهم ان تقريبا فون سي، بس شي بيصمم ان شين سرقته. بعدها بتوصل رساله للموظفين من هان بيقول لهم ان العمل الاضافي هيكون 8 ضعف المرتب، وهم بيسيبوا المكان وبيمشوا بسرعه. وشين بتدخل المطبخ بعد ما الكل بيمشوا وبتكون مصابه في رجلها، وفو بيجوا بيشيلها وبيعرفها انه كان عايز يعمل لها هي مفاجاه بس للاسف كل حاجه باظت. وهي بتساله يعني العشاء كان ليها مش لشي، فبيسالها هو ماله بشي اصلا، وبياخد باله من الاصابه اللي في رجلها وبيخلع لها الحذاء وبيشيلها وبياخدها للسرير وبيعالج الجرح. وبيتعصب لما بيعرف ان شي سبب، وشين بتقوله انها بتعمل كده لانها اكيد بتحبه، وهو بيسالها لو كانت فاكره ان هو بيحب شي، ولما مش بترد بيعترف لها انه بيحبها وانه مستعد يعمل اي حاجه علشانها، وانه عمره ما فكر في شي غير كصديقه واحده من عيلته. هو مش بيسمع صوتها وبيبص عليها وبيتفاجئ انها نامت، وبنعرف انها ما سمعتش اعترافه، فبيقرب منها وبيقول لها انها غبيه وانه هو لازم يبذل مجهود اكبر علشان تحس انه بيحبها، وبيسيبها تكمل نوم. وتاني يوم بيعاقب هام بسبب اللي حصل. وشي بتيجي وبتسمعهم بيتكلموا عن جواز فوز سري، وبتعرف انه متجوز شين، وبتتضايق وبتعدي جنب مكتبها وبتدلق عليها المشروب، وبتعمل انه مش قصدها وبتبوظ الملفات اللي كانت بتشتغل فيها. وشين بتتضايق وهي بتطلب منها ملف تاني كمان غير ده، وبتعرفها انه قدامها نص ساعه، وده طبعا بيكون مستحيل. وشين بتتعصب بس جي بتطمنها ان كل المعلومات اللي محتاجاها هتكون عندها بعد دقايق. وفو بيجي وبيعرف اللي حصل وبيحذر شين من تصرفاتها، وشين بتكون مبسوطه وهو بيفرح لما بيشوفها سعيده. بعدها بيكون في حفله تبع عيله فو، وشين بتحضر لان جي قدمت لها دعوه، وهي بتسال جي عن علاقتها بعيله فو. فجي بتحاول تغير الموضوع لانها مش عايزه تعرفها انها اخت فو دلوقتي. وشي بتيجي وبتسخر من شين قدام الناس، وبتتكلم عن حياتها وان ما عندهاش عيله وتربت في الملجا. وجي بتشتم شين اللي بتدوا عليها المشروب، فشين بتتخانق معاها وبتطلب منها تعتذر، وهي بترفض. وصحاب شي كمان بيسخروا من شين، فبتمسك ازازه وبتفتحها وبترشها عليهم كلهم. وشي بتكون هتضربها بقلم بس هي بتمسك ايدها وبتزقها، وبعدها بتمشي وهي متعصبه. وفي واحد بيبوظ اللوحه بتاعت شي وبتتخانق معاه، فبيشد شين وبيعرفها ان هي اللي بوظتها. وشين بتفتكره نادر وبتقرر تساعده وبتقف ضد شي، وبيكون معاه فيديوهات بتصرفات شي وبتهددها انها تنزلها على الانترنت. وشي بتنادي على الحراس علشان يرموا الشخص اللي بوظ اللوحه بره، وبتجيبها في الشخص اللي شد شين وهو بيقول لها ان اللوحه اصلا وحشه، فبتتعصب عليه وتشتمه. وبيجي والشخص ده بيحضنه، وبتكتشف ان يبقى ابن خوفو، وبتعتذر لانها ما كانتش تعرف وبتجيب الغلط على شين. ويونجي بيعرف ان شي شخصيه مغروره وان الافضل ليه انه يختار شين، وهو بيفرح بكلامه. وبنعرف ان يونجي اساسا رسام والحفله معموله علشانه. وشي بتقدم له اللوحه هديه وبتعتذر عن تصرفها، فبيرمي اللوحه وبيقول لها انها وقعت غصب عنه، وبيطلب منها ترسم واحده تانية، وبترسم لوحه بس مش بتعجبه وبيقطعها. وشين بتقول له ان يونجي بيتعمد يهين حبيبته وبتقصد شي، وهو بيعرفها ان هي اللي مراته، فبتبعدوا عنها. وشي بتطلب من شين تتحداها في الرسم، وشين بتاكد انها مش بتعرف ترسم بس في النهايه بتضطر توافق على التحدي، وفعلا بتقدر تكسب. وشي بتفضل ساكته وهي شايفه الكل بيهني شين، بس جي بتقرر ما تسيبهاش في حالها وبتستفزها. وفو بيقع على الصوره اللي رسمتها شين، والناس بيقربوا بسرعه وكله بيكون عايز ياخد الصوره، وبيخبطوا شين اللي بتحضن فوق وبيفضلوا باصين لبعض. وشي بتاخد بالها من نظراته ليها وبتعرف انه فعلا بيحبها. ويونجي بيعرف شين انه هيشتري اللوحه، بس هي بترفض تاخد فلوس وبتديها له هديه، وبتكون متوتره لانها بتحس انها بتحب فوق وبتفكر نفسها هي مين وهو مين، وبتحاول تقنع نفسها ان ما ينفعش طبعا تحبه. بعدها يونجي بيعرض على شين انه يدربها على الرسم، وهي بترفض لانها مش مهتمه بالرسم. وفو بيحذر يونجي علشان يبعد عنها، وجي بتعرفوا ان هما الاثنين متوافقين وبتساله لو في حاجه بينهم، حاجه علشان شين ما تتفاجاش. بعدها بياخد شين وبيعزمها على العشاء وبتكون لابسه قناع علشان محدش يعرفها. وفو بيسالها عن سبب خوفها، ولما بيعرف انها مش عايزه حد يشوفهم مع بعض بيسالها ايه المشكله ان واحد ومراته يكونوا بيتعشوا مع بعض، وهي بتكون شايفه انها تحصل له مشكله مع عيلته لو حد عرف انه متجوزها هي، لان اكيد شايفين ان شي مناسبه ليه اكتر. وهو بيكون يعترف لها انه بيحبها هي بس بتجيله مكالمه، وبيخرج علشان يرد. وشيان حبيبها السابق بيجي وبيشوفها وبيسخر منها. ومامته
ومامته كمان بتكون معاه وبيتهمها انها بتطرده وعايزه ترجع له، فبتتعصب عليه وبتكون عايزه تمشي علشان مش عايزه مشاكل، بس مامته بتمنعها وهو بيكون هيضربها، بس فو بيجي وبيمسك ايده وبيضربه، وشين بتتعصب علشان وفو بيعرف انه حبيبها السابق، ومامي شان بتهدده بابنها بس بيتفاجئوا لما بيجي انه بيشتغل في شركه فو وبيعتذر عن اللي حصل، وشان كمان بيعتذر لشين عن تصرفه وهي بترفض اعتذاره، وفو بياخدها وبيمشي ويو بيتخانق مع مامته واخوه بسبب المشاكل اللي سببها له، هو بيقرر يكسر رجل شان كعقاب عن اللي عمله، وفي حد بيكون صور شين وهي بيقنع مع فو في المطعم، والصوره بتنتشر ورجيا بتكون عايزه تعرف صاحبه الصوره وبتوريها لشين وبتعرفها ان الصوره فيها شبه منها، وشين بتتوتر وبتاكد انها مش هي، والكل بيكون بيتكلم في موضوع الصوره، وشي بتيجي وبتتعصب عليهم وبتطلب منهم يركزوا في شغلهم، وبتكون متاكده ان اللي في الصوره هي شين بس مش بتعرف حد، وبتطلب من شين ترمي الزباله فبتدلوها عليها وبتحصل مشكله، وفو بيجي وشي بتروح ناحيته علشان تشتكي له وبيبعد عنها علشان ما تلمسوش، وبيحذر شي من التدخل في اي حاجه غير اختصاصها، وبيشاور لشين وبينادي عليها علشان عايزها، وبيروح مكتبه والموظفين بيتكلموا عن شي وعن علاقتها بفو، وهي بتعرفهم ان في مشكله بسيطه بينهم مش اكتر، وبتروح مكتبها بسرعه، وفو بيطمن على شين وبيكون خايف انها تكون مصابه، وهي بتطمنه انها بخير وبتبعد عنها وبتعتذر عن المشكله اللي حصلت، وهو بيفهم من كلامها انها لسه فاكره انه بيحب شي، وبيكون هيقبلها بس هان بيجي وهي بتخرج بسرعه، وفو بيقسم من مرتب هان اللي بيطلب منه فرصه يعوضه عن انه بوظ اللحظه دي، وفو بيوافق وبيتفقوا انه يعرض علشان يتجوز بشكل طبيعي، وهان بيقول على الترتيبات، بعدها فو بيكون عنده اجتماع مع المستثمرين وبينسى اللابتوب بتاعه، وشين بتروح علشان توديه بس الموظفه بترفض تدخلها لان مش معاها دعوه، فهي بتخرج وثيقه الجواز، والموظفه بتسخر منها وبتتهم انها مزيفه، وشين بتكون هتتصل بفو والموظفه بتوقع منها التليفون، وشين ما بتكونش عايزه تتخانق وبتديها الجهاز وبتطلب منها توصله، وبتكون هترميه بس شين بتمسكه وبتضربها بقلم، وجيه بتيجي وبتعرف الموظفه هي مين وبتخليها تعتذر من شين وتاخد الجهاز وتوصله، وشين بتسال جيه لو كانت فعلا اختفوه، فجيه بتقول لها لا وانها استخدمت هويه مزيفه مش اكتر، وجيه بتشوف شهاده الجواز وبتمسكها بس شين بتاخدها منها قبل ما تفتحها، وبيجي اتصال لجيه وبتضطر تمشي، وفو بيجي وبيعتذر من شين على اللي حصل، وبيكون عايز يعاقب الموظفه بس شين بترفض وبتقول انها جعانه، فبياخدها المطعم وهم بيبعت له رساله انه هينفذ خطتهم، وبيجيب كعكه وبنعرف ان فيها الخاتم اللي هيقدمه لشين، بس لسوء حظه ان الشخص اللي جنبه بيتقدم لحبيبته بنفس الطريقه، وهو بيتضايق ومش بيعرف يعمل ايه وبيقرر يعترف لشين بكل حاجه، بس هي برضه مش بتخليه يكمل وبتتحجج انها رايحه الحمام، ولما بتخرج بتشوف الخاتم في الحلوه بس مش على الترابيزه بتاعتهم، وبتعرف انه كان عايز فعلا يعرض عليها الجواز، وبتشوف انه فو يستحق واحده افضل منها وبتمشي من غير ما تقول له، ولما بتتاخر بيتصل بيها وتليفونها بيكون مقفول، وبيعرف من الموظفه انها مشيت وبيدور عليها ومش بيلحقها، وبيتصل بيها وبترد وبترفض تعرفه مكانها وبترفض كمان ترجع دلوقتي، وبتفضل تتمشى لوحدها وبتفكر في فو، وبتحس ان لازم تخرج من حياته علشان ما تتعلقش بيه اكتر، وبتتعب فبتقعد لوحدها ومش بتعرف تعمل ايه، وجدة جيه بتضغط عليها علشان تروح موعد مدبر، بس جيه بترفض وبتطلب منها تستنى لما فو يتجوز، وبتديها صوره شين وبتعرفها انها مناسبه لفو وبتمشي، بس بعدها بتيجي لجدته وبتشوف الصوره، وبتعرفها ان البنت دي بتحاول تخطف منها فو وانها طمعانه في فلوسه، وانها كمان مش كويسه وبتدخل علاقات كتير، وجدته طبعا بتصدقها وبتقرر تتدخل وتبعد شين عن فو، وشين تاني يوم بتروح الشركه وبتقدم استقالتها لفو، وهو بيتعصب وبيرفضها وبيضغط عليها وبيعرفها انه مش هينفصل عنها، ولو هي عايزه تنفصل تدفع الشرط الجزائي، فبتطلب منه يشتكيها وبتكون ماشيه وهو بيعمل نفسه تعبان، وهي بتجري عليه وبتعرف انه بيكذب، فهو بيشدها وبيحضنها وبيعرفها انه عاش طول حياته وحيد وانه ما حسش بالسعاده غير وهو معاها، وبيشدها علشان يمشي وهي بتقف وبتقول ان شي مناسبه ليه اكتر منها، فبيأكد لها ان مفيش حاجه بينه وبين شي وانه عمره ما حبها وان هي حبيبته الوحيده وانه حبها من اول نظره من 10 سنين، وبنعرف ان ساعتها كانت في حفله تبع المدرسه وسأل عنها وعرف عنها كل حاجه، وبيقدر يقنعها توافق انهم يكونوا مع بعض، وبيكون هيقبلها بس برضه هم بيجي وبيبص من الناحيه الثانيه، وبيخاف ان يتخصم له بس فو بيطمنه انه مش هيخصم له، وبيكون عنده شغل وشين بيصمم انه يروح يكمل شغله، وبعد الشغل بياخدها معاه ملعب الجولف، وجدته بتكون بتراقب شين وفو بياخد باله، وبتكون هتهرب بس هو بيمسكها، وهناك في شخص بيحاول يتحرش بشين وجدة فو بتتعصب لانها بتكون شايفه ان هي اللي غلطانه، وفو بيروح ينقذها والشخص اللي اتحرش بيها بيتهم ان هي اللي اغوته، ففو بيجيب فيديو كاميرات المراقبه وبيثبتوا الحقيقه، وبنعرف ان الشخص ده رجل اعمال وليه شغل مع شركه فو، بس فو بيقرر يلغي كل حاجه وبيخلي الامن ياخده، بعدها جدة فو بتكون مصابه وشين هي اللي بتهتم بيها، وهي بتحس انها فعلا كويسه وبتوافق على جوازهم، وبتقدم لها كمان صور هديه، وشي بتعرف لانها بقى تتحدى يراقب الموقف، وبتتعصب لانها كانت عايزه جدته السعيده وتخليه يتجوزها، وبرضه بتقرر انها ما تستسلمش، بعدها شي بتعرف ان اخت فو هتيجي الشركه وبتجهز علشان الاستقبال، وبتعرف شين انها تكون مسؤوله عن الاكل، وبتعرفها ان اخت فو بتحب الاكل الحار، وشين ما بتكونش واثقه في شي وبتتصل بجيه وبتسالها لو كانت تعرف حاجه عن اخت فو اللي هتزور الشركه، وجيه بتستغرب لان هي اخته وما تعرفش كل ده، بس مش بتعرف شين حاجه وبتروح الشركه وشي بتتخانق معاها لان كده بتعطلهم، فهي بتعرفها ان اخت فو طبعا شي مش بتصدقها، وبتكون هتضربها بس جدة فو بتوصل وبتدافع عن جيه، وبتلوم شي على تصرفها وشي بتعرفها ان في سوء تفاهم في الموضوع، وهي بتعرفهم ان جيه هي حفيدتها واخت فو فعلا، وشين بتتصدم وبتلوم جيه انها خبت عليها، وبتكون متضايقه وجيه بتهديها، وبتعرفها ان ما حبتش ان حد يعرف يمين علشان تاخد راحتها مع زميلها ويتعامل معاها بشكل طبيعي، وجدتها بترفض تسامح شي وبتطلب منها تجهز استقالتها، وشي بتكون ماشيه بس
بس جيه بتوقفها وبتجبرها تاكل الاكل الحار اللي خلي شين تجهزه، وهي مش بتقدر ترفض لان كله بيرفض يساعدها وبتاكل الاكل الحار غصب عنها. وجدته كمان بتعلن جوازه من شين، وبنعرف ان حتى جيه ما قدرتش تعرف انهم اتجوزوا. وجدته بتعلن ان حفل الزفاف هيكون الاسبوع اللي جاي. وشي بترجع البيت وبتكون متعصبه وبتصرخ، ومامتها بتحاول تهديها وبتحضنها، وهي بتعرفها ان فو تخلى عنها واتجوز. ومامتها بترفض الكلام ده لان معروف من صغرهم ان هي وفو مخطوبين لبعض، وبتطمن شي ان مش ممكن تسمح ان يتجوز حد غيرها. وشي بتكون مبسوطه وبتحضن مامتها. وتاني يوم مامتها بتقابل شين وبتطلب تتكلم معاها، وبتعرفها ان هي وفو مش مناسبين لبعض وان لازم تنفصل عنه. وبتديها شيك وبتطلب منها تكتب الرقم اللي هي عايزاه علشان تستغنى عنه. وشين بتكتب لها انها بترفض فبتتعصب عليها، وبتعرفها ان عندها مليون طريقه علشان تجبرها تبعد عنه. وفو بيجي وبيطمن على شين وبيأكد لمامة شين وتمسك بمراته، وان الوحيده اللي بيحبها هي شين، وان الاسبوع اللي جاي يكون حفل الزفاف بتاعهم. وبيديها دعوه للحفله وبياخد شين وبيمشوا. وشي بتنادي عليه وبيرفض يرد عليها، ومامة شي بتحاول تقنعها انها تستسلم وتنساه، بس هي بترفض وبتأكد انها ما تقدرش تعيش من غيره. فمامتها بتخاف عليها وبتقرر تحاول تاني في الموضوع. وفعلا بتروح لعيلة فو بتحاول تخليهم يضغطوا عليه علشان يسيب شين ويتجوز شي، بس هم بيصدموها وبيرفضوا، وبيأكدوا دعمهم وموافقتهم على جوازه من شين. وشي لما بتعرف اللي حصل بتتعصب على عيلتها، ووالدها بيتكلم معاها وبيطمنها انه هيتصرف. وهي بتعرف ان الحفل السنوي بتاع دار الايتام اللي كانت فيه النهارده، وبتعرف ان شين كمان كانت في نفس الدار. وفي اللحظه دي بنعرف انها سرقت المعلومات بتاعت شين وانتحلت شخصيتها لما عرفت انها من عيله غنيه. وشين بتقرر تروح دار الايتام لان لحد دلوقتي بتهتم بيهم وبتعتبرهم عيلتها. وفو بيعرف انها تحضر وبيحجز لهم فندق علشان الحفله، وكمان بيحضر هدايا وتبرعات للدار. وتاني يوم هي بتروح الفندق وبتعرف ان فو موجود هناك علشانها، وبتكون مبسوطه وبتقبله. في حد بيصورها من زميلها وهي مش واخده بالها. وشي بتوصل لزميلها القدام اللي كانوا في الدار بيقعدوا جنبها، ومنهم الشخص اللي صور شين مع فو. ولما شين بتوصل بيتنمروا عليها وبيطلعوا عليها اشاعات، وهي بتكون هاديه جدا وما بتكونش عايزه مشاكل. وفو بيبعت التبرعات باسم مراته، والكل بيفتكر ان شي هي اللي مراته، بس جيه بتعرفهم ان شي بتكذب وان شين هي اللي مرات فو. وبتتخانق معاهم ومحدش بيصدق لان شي بتقول لهم ان هي اللي مراته. فشين بتطلب منها تثبت انها مراته، وشي بتتوتر وبتتصل بيه وبيكون عامل لها بلوك. بعدها شين بتتصل بيه وبيرد عليها، وبيعرفوا انه هيجي علشان يرجعوا البيت مع بعض. والمدير بتاع الدار بيجي بصف شين وشي بتتضايق منه، وبتعرفوا انها تخلي مامتها تلغي دعمها للدار. وفي الوقت ده فو بيوصل وبيعرفها ان شين مراته هي اللي هتدعمه. بعدها شي بتعمل انها بتعتذر وبتدلو عليها العصير. وشين بتكون ماشيه مع فو وبتفقد الوعي فبينقلها المستشفى. وشي بتروح لها وبتعتذر عن اللي حصل. ومدير الدار بيكون موجود وبيطمن على شين. وفو بيطرد شي من الغرفه، ومدير الدار لما بيشوف اللي حصل بيشك فيها، وبيطلب من الموظف يحضر الملف بتاعه وملف شين. وشي لما بتسمعه بتزقه وبتوقعه من على السلم، وبتكون مستعده تعمل اي حاجه علشان سرها ما يتكشفش. وشين بتعرف ان المدير وقع من على السلم وفي غيبوبه وبتجري علشان تطمن عليه. وهي ماشيه بتخبط في ماما شي وبتعتذر، وماما شي بتلاقي سلسله وقعت من شين وبتكون عارفاها. ولما بنتها شي بتيجي بتحطها في جيبها وبتسالها عن القلاده اللي كانت معاها لما تاهت منهم. فشي بتعرفها انها ضاعت منها، وبتروح تطمن على مدير الدار وبتلاقي شين عنده، وبتتهمها ان هي السبب في اللي حصل له. وشين بتشك فيها وبتتهمها بس مش بتقدر تثبت حاجه عليها. والكل بيشك في شين اللي بتتاثر وبتعيط وفوق بيحضنها، وبتساله لو كان مصدقها فبيقول لها انه مصدقها في اي حاجه تقولها، وبيطمنها كمان انه هيكون جنبها وبيدعمها. وشي بتحاول تموت نفسها علشان تضغط على عيلتها علشان جوازها من فو، وبينقلوها المستشفى وبيطمنوها انها يعملوا المستحيل علشان تتجوزوا. ومامتها بتقابل شين وفو بيكون معاها، وبتديها السلسله اللي وقعت منها وبتسالها جابتها منين. فبتعرفها ان مامتها اديتها لها وهي طفله وبتاخدها وبتمشي. وفي اللحظه دي مام شي بتحس ناحيتها احساس غريب، وعيله فو بيبداوا يجهزوا لحفل الزفاف. وفو بيكون مستني شين علشان تختار الفستان، بس بيكتشف انها اتخطفت، وهي بتحاول تهرب لكن مش بتقدر. وبتتفاجئ ان والد شي هو اللي خاطفها وبيأكد لها انه مش هيأذيها بس هيسيبها بعد ما فو يتجوز شي. وهي بتحاول تقنعه يسيبها، وفي الوقت ده مام شي بتيجي وبتلوم على تصرفه. وشي بتأكد لهم ان حتى لو شي اتجوزت فو الموضوع مش هينتهي ولا المشكله هتتحل لانه فو بيحبها هي. وهو في الوقت ده بيكون بيدور عليها. وشي بتيجي وبتكون لابسه قناع وبيفتكرها هي، وبيحاول يشيل القناع وهي بترفض، وبتعرفه انه وشها صاب لان في دبور قرصها. وهو بيعرفها بس بيعمل نفسه مصدقها علشان يقدر يوصل لشين. وبيطلب منها تروح تلبس فستان الزفاف، وهي بتتصل بالخادمه وبتطلب منها تقتل شين. والخادمه بتقدم لشين عصير وبتحاول تديهولها غصب عنها، بس شين بتقدر تدلقه وبتكتشف ان فيه سم. وعيال الشي بيجوا وبيعرفوا بيعاقبوا الخادمه، فبتعترف ان شي هي اللي طلبت منها تعمل كده. ووالدها بيتعب من الصدمه وشين بيساعده، وبتعرفوا انه ما ينفعش يساعد شي بالشكل ده لان اللي بتعمله ضد القانون ولازم تعرف الصح والغلط. بعدها هما بياخدوا شين الفندق اللي فيه حفل الزفاف، وشي بتكون جهزت ولبست الفستان. وفو بيسألها عن شين وهي بتعمل نفسها مش عارفه حاجه، فبيتعصب عليها وبيشيل الطرحه، وهي بتساله امتى عرف انها شي. فبيقول لها من اول ما وصلت، وبيتعصب عليها وبيعرفها انه حافظ كل حاجه في شين حتى ريحتها. وهي بتقع وبتعيط وبتصرخ فيه. وفي الوقت ده شين بتوصل وهو بيجري عليها وبيحضنها، وعيال الشي بيجوا بيطلبوا منها تمشي معاهم لكن بترفض وبتتعصب عليهم. بس فو بيطلب منهم يستنوا وبيجيب تحليل، وبيعرفهم ان بعد ما حقق في الموضوع عرف ان شين هي بنتهم الحقيقيه. وشين ما بتكونش مصدقه فبيأكد لها كلامه، وبيعرفوا من اللي خدعتهم من البدايه هي شي اللي بتحاول ما تخسرش كل حاجه، وبتطلب من عيلتها ما يتخلوش عنها لانها بتعتبرهم عيلتها الحقيقيه. ومامتها بتبعدها بس والدها بيكون هيسامحها، لحد ما بيعرف ان هي اللي حاولت تقتل مدير دار الايتام علشان ما
تتكشفش، وهو بيجي وبيعترف ان هي اللي زقته وبيسلموها للشرطه، وعيال شين بيحتفلوا برجوعها، وبنعرف ان مامتها كانت حاسه انها قريبه منها طول الوقت. بعدها بيكملوا حفل جوازها على فوق. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.